وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله رب العالمين، جعل من أمة الأميين، وأرسل إلينا خاتم المرسلين، وأنزل عليه كتابه الكريم بلسان عربي مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، علمه ربه عز وجل فأحسن تعليمه، وأدبه فأحسن تأديبه، آتاه جوامع الكلم وأعطاه معاقد البيان، وبعثه ليتمم مكارم الأخلاق، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. تحية طيبة لكم مشاهدين الكرام، ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامجكم في شرف العربية، الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. عنوان حلقة اليوم: حرص علماء السلف والخلف على اللسان العربي الفصيح. اللغة العربية من ثوابت الأمة الإسلامية، لا يمكن أن تتخلى عنها، بل إن تعلمها واجب على المسلم، لأنها أداة الدين، ولا يصل إنسان إلى فهم هذا الدين فهما صحيحا إلا عن طريق هذه اللغة الغراء. ومن القواعد الفقهية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وفهم الدين لا يكون إلا باللغة العربية، لذا فتعلمها واجب على كل مسلم. وقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك أشد الحرص، حتى إنه سمع رجلا يلحن فقال: أرشدوا أخاكم. وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر أصحابه أن يتعلموا العربية كما كان يأمرهم أن يتعلموا الفرائض، فقال: تعلموا العربية فإنها من دينكم. وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أما بعد، فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعربوا القرآن. ففي توجيه خليفة المسلمين عمر بن الخطاب أمران: الأول الدعوة إلى فقه العربية، والثاني الدعوة إلى فقه الشريعة. وأيضا قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: ما كنت أدري ما معنى فاطر في قوله تعالى: فاطر السماوات والأرض، حتى سمعت امرأة من العرب تقول: أنا فطرتها، أي ابتدأتها. وقال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب. وكان الحسن ابن أبي الحسن رضي الله عنه وهو من التابعين إذا عثر لسانه بشيء من اللحن قال: استغفر الله. فسئل في ذلك فقال: من أخطأ فيها، أي في اللغة العربية، فقد كذب على العرب، ومن كذب فقد عمل سوءا، والله عز وجل يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذا من حرصهم على اللغة العربية وعدم اللحن والخطأ والميل إلى الخطأ. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يتكلم عن البدع، فسئل عن كثرتها في زمانه فقال: لبعد الناس عن العربية، فاعتبرها بدعة، بعد الناس عن اللغة العربية وتعلمها.
وقد عد الإمام ابن تيمية رحمه الله تعلم اللغة العربية من الفروض الواجبة، فقال: أعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة، أي الذين يجتهدون في تعلم اللغة العربية والنطق بها يشابهون صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. وأيضا فإن نفس اللغة من الدين، هكذا يقول ابن تيمية. ويقول كذلك في موضع آخر: وما زال السلف يكرهون تطهير شعائر العرب حتى في المعاملات، وهو التكلم بغير اللغة العربية، إلا لحاجة، كما نص على ذلك مالك والشافعي وأحمد. بل قال مالك: من تكلم في مسجدنا بغير العربية أخرجوه منه. مع أن سائر الألسن يجوز النطق بها لأصحابها، ولكن سوقها للحاجة وكرهوها لغير الحاجة ولحفظ شعائر اللغة العربية، وهي من شعائر الإسلام. وكذلك قال ابن تيمية: معلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية، وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن، واللحن هو الميل عن الصواب، فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسن المائل عنه، فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة. وقال تلميذه ابن القيم الجوزي رحمه الله: وإنما يعرف فضل القرآن من عرف كلام العرب، فعرف علم العربية وعلم اللغة وعلم البيان، ونظر في أشعار العرب وخطبها. فقال: لزم لمن طلب الفقه أن يتعلم النحو واللغة، إلا فهو ناقص. وقال أبو منصور الثعالبي، وهو من علماء فقه اللغة العربية: ومن هداه الله للإسلام وشرح صدره للإيمان وأتاه حسن سريرة فيه اعتقد أن محمدا خير الرسل، والإسلام خير الملل، والعرب خير الأمم، والعربية خير اللغات والألسنة، والإقبال عليها وعلى تفهمها من الديانة، إذ هي أداة للعلم. ويقول الرازي: لما كان المرجع في معرفة شرعنا إلى القرآن والأخبار، وهما واردان بالعربية ونحوهم وتصريفهم، كان العلم بشرعنا موقوفا على العلم بهذه الأمور. يعني لا تستطيع أن تفهم الشريعة الإسلامية إلا باللغة العربية، لأنها جاءت بلغة العرب، والقرآن الكريم نزل بلغة العرب، وكذلك السنة النبوية. وبين الإسنوي علة هذا الكلام بقوله: لأن علم أصول الفقه إنما هو أدلة، وأدلة الفقه إنما هو الكتاب والسنة، والكتاب والسنة هي باللغة العربية، وهذا المصدران عربيان. فإذا لم يكن الناظر فيهما عالما باللغة العربية وأحوالها محيطا بأسرارها وقوانينها، تعذر عليه النظر السليم فيهما، ومن ثم تعذر استنباط الأحكام الشرعية منه. هكذا كانوا يحرصون على تعلم وصيانة اللغة العربية وحفظها وعدم اللحن فيها. وقال مصطفى صادق الرفاعي: وقال مصطفى صادق الرافعي رحمه الله: ما ذلت لغة شعب إلا ذلوا، ولا انحطت إلا كان أمرها في ذهاب وإدبار، أي الأمة. وأن هذه العربية بنيت على أصل يجعل شبابها خالدا عليها، فلا تهرم ولا تموت. واللغة العربية محفوظة بكتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا
ما قاله السلف والخلف من العلماء في معنى حفظ اللغة العربية. وكذلك الآن هنالك جهابذة في اللغة العربية ليسوا عربا. هذا الدين الإسلامي لا يأتي للعرب، إنما جاء للعالمين. ولذلك كثير من علماء اللغة العربية ليسوا عربا في الأصل في النسب، وكان لهم اجتهاد في تعلم اللغة العربية. كان العديد من جهابذة العربية من أصول غير عربية تنوعت بين الفارسية والرومية وصولا إلى بربر المغرب العربي، وهذا التنوع هو من سمات الازدهار الثقافي. ومن هؤلاء العلماء الذين ليسوا من العرب العلامة الشيخ سيبويه، هو إمام النحاة وأول من بسط علم النحو، ومعروف لدى الناس سيبويه ومكانته في اللغة العربية، وصاحب مؤلف الكتاب الذي يعد حجة اللغة العربية ودستورها، وأول كتاب منهجي ينسق ويدون قواعد اللغة العربية. هو فارسي الأصل، ثم البصري، ذهب إلى بصرة ولقب بسيبويه. وسيبويه في اللغة الفارسية تعني ذو الوجنة الجميلة. سمي سيبويه لأن وجنتيه كانتا كالتفاحتين، فهذا وصف لهذا الرجل اسمه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي البصري رحمه الله. ولد بقرية البيضاء بالشيراز. شيراز هي الآن في منطقة إيران. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي. أهلا وسهلا بكم. كنا في فاصل قصير ونعود إلى موضوعنا: حرص علماء السلف والخلف على سون اللغة العربية. وتكلمنا عن سيبويه وهو من فارس، ولكنه برز في اللغة العربية وكان من شيوخها ومن علمائها. وأما الشيخ الثاني فهو العلام ابن جني، هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، إمام العربية. كان أبوه مملوكا روميا لسليمان بن فهد الموصلي لزم أبا علي الفارسي، وهو يعد من عظماء العلماء الذين قدموا نموذجا مشرفا لمباحث اللغة في التراث العربي المعرفي، وقدم دراسات كانت ولا تزال لها فاعليتها. فهو من الروم، ولكن كان إمام في اللغة العربية. والشيخ الثالث وهو العلامة أبو علي الفارسي، يعتبر من أفزاز علماء العربية في القرن الرابع الهجري، وأنحى من جاء بعد سيبويه، كان نحوي، وذلك لشخصيته المستقلة المتفردة في تقديم آراء اختلف عن السابقين. إنه أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان المعروف بأبي علي الفارسي، ولد في بلدة فسا بإيران، حاليا لأب فارسي وأم عربية. رحل إلى بغداد وتجول في كثير من البلدان. هكذا كان العلماء يتجولون وينشرون هذا العلم
في أصقاع الدنيا. والشيخ العلامة أحمد بن فارس ذاك علي أبو علي الفارس، أما هذا أحمد بن فارس وهو العلامة اللغوي المحدث أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني المعروف بالرازي المالكي اللغوي نزيل همذان، وصاحب كتاب المجمل، مولده بقزوين ومرباه بهمذان، وأكثر الإقامة بالري، وكان رأسا في الأدب بصيرا بفقه مالكي. هكذا علماؤنا في اللغة العربية كانوا جهابذة فيها وحفظوها من الضياع. وتميز ابن فارس بغزارة المادة اللغوية التي ظهرت من خلال تناوله لبعض المسائل اللغوية، وجاءت دراسته شاملة لمستويات اللغة العربية: المستوى الصوتي والصرفي والنحو والدلالي، فضلا عن الظواهر اللغوية التي تناولها. والآن نعرج إلى الشيخ العلامة الزمخشري صاحب كتاب الكشاف، وهو العلامة أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي النحوي صاحب الكشاف. رحل وسمع بغداد من نصر بن البطري وغيره، وحج وجاوره، فكان يسمى جار الله لأنه مكث في مكة وتخرج به أئمة، وكان مولده بزمخشر، والزمخشري نسبة إلى مدينة قرية في خوارزم تسمى زمخشر. فكانت اللغة العربية هي سبيل الزمخشري إلى كل هذه العلوم التي برع فيها، ووضع بها مؤلفاته العظيمة. فانسب تفسيره الشهير الكشاف على بلاغة القرآن. هذا كتابه الكشاف اعتمد على بلاغة القرآن الكريم وجمال الكلام ربنا سبحانه وتعالى. وله معجم هو قاموس أساس البلاغة، من أهم كتبه ومن أعظم قواميس اللغة العربية، ويحتوي على التعابير البليغة. سادسا الشيخ العلامة الجرجاني شيخ العربية أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني من مدينة جرجان، أخذ النحو بجرجان عن أبي الحسن، وصنف شرحا حافلا للإيضاح يكون 30 مجلدا. هكذا كانوا علماء يعلمون ويؤلفون الكتب. وله كتاب إعجاز القرآن ومختصر شرح الإيضاح، وكان شافعيا عالما ذا نسك ودين. قال السلفي: كان ورعا قانعا، دخل عليه لص فأخذ ما وجد وهو ينظر وهو في الصلاة فما قطعها، وكان آية في النحو. توفي سنة 71 و400 رحمه الله تعالى، ويعد من مؤسسي علم البلاغة. واستقطبت كتاباته ونظرياته في البلاغة وفي اللغة اهتمام عدد كبير من الباحثين والدارسين. والشيخ العلام الفيروز أبادي، وهو من علماء اللغة العربية في منطقة اسمها فيروز أباد، ليس من العرب ولكنه من العجم، واهتم باللغة العربية. من أئمة اللغة والأدب، ولد بكارزين من أعمال شيراز في إيران، وانتقل إلى العراق وجال في مصر والشام، ودخل بلاد الروم والهند. عرف الفيروز أبادي بعلمه وثقافته الواسعة، وكان متمكنا من اللغتين العربية والفارسية. إذن هؤلاء هم علماؤنا في اللغة العربية، ليسوا من العرب ولكنهم علماء الإسلام،
اهتموا وحفظوا هذه اللغة العربية وقيدوها في كتبهم رحمهم الله جميعا. أسباب نشأة النحو العربي ومفهومه: إن ظاهرة تفشي اللحن في البلاد الإسلامية، وكما قلنا اللحن هو الميل عن الصواب. عندما انتشر الإسلام دخل في دين الله أناس كثر من العجم، فكان لا يستطيعون الكلام بالعربية، فحصل لحن في ألسنتهم وهو الميل عن الخطأ، والتي كانت نتيجة طبيعية لانتشار الإسلام بين الأعاجم، كانت السبب الرئيسي في نشأة النحو. وهؤلاء علماء النحو قيدوا هذا النحو حتى لصيانة لسان الإنسان من الخطأ والنسيان. ونشأ النحو بمفهوم أرشد مما هو عليه الآن. ويقول الشيخ أبو حامد الغزالي: يفهم به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال إلى حد يميز بين صريح الكلام وظاهره، هذا النحو. فكان مقصود النحو أوسع هو عليه الآن، وكان يسمى علم العربية وليس مقصورا على العلامة الإعرابية في آخر كلام. وقد اختلف المؤرخون في واضع النحو لكنهم اتفقوا، وهذا لا يضير. فوادع النحو هو أبو الأسود الدؤلي رحمه الله. ومن أعظم وأشهر علماء اللغة العربية في علم النحو عندنا الشيخ العلامة أبو الأسود الدؤلي، العلامة الفاضل قاضي البصرة، واسمه ظالم بن عمر. ولد في أيام النبوة، كان أول من تكلم في النحو. أمره علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بوضع شيء في النحو لما سمع اللحن. قال: فأراه أبو الأسود وما وضع، فقال علي: ما أحسن هذا النحو. لذلك أطلق النحو يعني هذا الطريق، بسمي بالنحو. ما أحسن هذا النحو الذي نحوت، فمن ذلك سمي النحو نحوا. قال محمد ابن سلام الجمحي: أبو الأسود هو أول من وضع باب الفاعل والمفعول والمضاف وحرف الرفع والنصب والجر والجزم. وقال أبو عبيدة وهو من علماء النحو: أخذ أبو الأسود الدؤلي عن علي العربية فسمع قارئا يقرأ، وهذا كثير من الناس يخطئون فيها، في هذه الآية: أن الله بريء من المشركين ورسوله بكسر اللام بدلا عن ضمها في رسوله، وهي الصحيحة رسوله. فقال: ما ظننت أن أمر الناس قد سار إلى هذا. فحصل اللحن في كسر اللام في رسوله وهي بالضم. وكذلك العلامة الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهذا معروف بما يسمى في علم العروض في الشعر العربي، فهو الذي وضع الميزان العروضي في الشعر العربي أو الأدب العربي. وكان رأسا في لسان العرب، دينا ورعا قانعا متواضعا كبير الشأن، يقال إنه دعا الله أن يرزقه علما لا يسبق إليه ففتح له بالعروض، علم العروض، وهو يهتم بالقافية في الشعر العربي. وله كتاب العين في اللغة، وكان هو ويونس إمامي أهل البصرة في العربية، ومات ولم يتمم كتاب العين. والخليل أحمد الفراهيدي قام بتغيير رسم الحركات من تشكيلات، كذلك كان له رأي في التشكيلات وفي في الكلمة.
وكذلك الشيخ العلامة الكسائي، الإمام شيخ القراءة والعربية، شيخ القراءة في القرآن، شيخ القراء، أبو الحسن ابن حمزة بن عبد الله من فيروز الأسدي مولاه الكوفي، الملقب بالكسائي لكساء أحرم فيه، لكساء أحرم فيه، وجالس في النحو الخليلة، وسافر في بادية الحجاز مدة للعربية. وإلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربي